انا دايما لما بطلع اتكلم ما بطلعش اتكلم او ان انا احلل كوره، لان انا مش شخص محلل، بس بقول وجهة نظري. القرعه النهارده بصراحه انا شايف القرعه غريبه. مش عارف دي السنه كام، من سنه 2019 باستثناء السنه اللي فاتت. انت لازم تلعب الاهلي لازم تلعب الهلال وصن داونز. لو ما قابلتش حد فيهم في دور المجموعات بتطلع تلاقيه في ربع النهائي. انا مش عارف ايه القصه دي. السنه دي برضو طلعت تقابل الهلال السنه اللي فاتت، بس اللي هو لا قابلت ولا ده ولا ده. ف مش عارف الموضوع بقى كوميدي جدا. يعني انت لدرجة ان السنة اللي خدنا فيها من 3 سنين سنة 2021 انا مجموعتي كان فيها الهلال وصن داونز. فاللي هو هنوصل لفين؟ بس تمام يعني الهلال حتى لو هو منافس قوي وصن داونز منافس قوي. بس يعني اللي هو الفرق اللي انت تقدر تاخد وتدي معاها. صن داونز النهارده مش زي السنة دي، مش زي السنين اللي فاتت. ان شاء الله تبقى موفقة والاهلي يبقى بطل تاني. ونحجز بقى، يعني انا لسه هلعب كاس العالم 2025. احجز بقى اخد النسخة دي من دوري ابطال افريقيا، واحجز بقى ان انا مقعد ليا في كاس العالم 2029. هي دي بصراحة ده الجمال بتاع الموضوع كله. فان شاء الله دوري ابطال افريقيا السنة دي يبقى للاهلي، نعدي الهلال ونكسب، نشوف مين اللي هيطلع من الترجي او صن داونز. والنهائي بقى نشوف هيبقى بيراميدز الناحية التانية ولا مين.